هاد الطريقه هذه هي اللي غادي تهنيك وغتحيد لك المشكل ديال جرثومه المعده اللي انت كتعاني منه هذه مده ولا ساعه ونص ديال المكانه. وان شاء الله المشكل ديال جرثومه المعده عندك في 3 ايام او 4 ايام الاولى غتبدا تحس بالتحسن. السلام عليكم. اول حاجه خصك تعرفها وهي ان جرثومه المعده ماشي غير انت بوحديتك اللي مريض بها، تقريبا نص سكان الكره الارضيه عندهم المشكل ديال الغازات ديال البطن وديال جرثومه المعده وديال القولون العصبي، ديال مشاكل كثيره اللي كاينه في المعده. وهذا الشيء كامل بطبيعه الحال بسوء التغذيه، يعني نظام التغذيه الصحي ما كاينش. داكشي علاش الناس كيمرضوا بهذه المشاكل ديال الامعاء. اليوم غادي نعطيك تجربتي الخاصه، تجربتي الشخصيه مع هذا المشكل، سواء الا كانوا عندك الغازات او لا جرثومه المعده. المشكل ديال الغازات، الانتفاخ ديال البطن، كتبقى كتقرع بزاف، كرشك منفوخه، راه كاين فيديو، اكثر من فيديو كاين في هذه الصفحه اللي كتشوفني دابا فيها، اكثر من فيديو، وعطيت علاجات اللي هما كثيره. والفيديوهات الحمد لله شافوهم الناس وداروا الوصفات وقالوا الله يرحم الوالدين من بعد ما داروا الطريقه، والنتائج كانوا مضمونين بطبيعه الحال. اليوم ان شاء الله غنتكلم خصيصا مع الناس اللي عندهم جرثومه المعده. عندك جرثومه المعده بطبيعه الحال، مشيتي للطبيب دوزتي وقال لك راه عندك جرثومه المعده، خديتي الدواء او شي حاجه من هذا القبيل، ما دار لك حتى شي حاجه او لا واحد شويه ارتحيتي ومن بعد وليتي مرضتي. اليوم غادي نعطيك كما قلت لك تجربتي الخاصه والشخصيه شنو غادي دير، طريقه ووصفه اللي هي طبيعيه وسهله عطاها لي واحد السيد الله يرحم له الوالدين في هذا النهار، درتها وكانت النتيجه الحمد لله محموده. اليوم بغيت انني نشاركها معكم باش حتى نتوما تستافدوا منها، وحتى نتوما بدوركم من ديروا هذه الطريقه او هذه الوصفه من تنجح معكم حاولوا تشاركوا هذا الفيديو او وصلوا هذه المعلومه غير بالهضره، وخليونا ناخذوا الاجر حنا كاملين. علاش؟ حيت راه الدل على الخير كفاعله. تبع معايا الفيديو غنوريك الطريقه. هانتوما الاخوان، باش ما نطولش عليكم بزاف انا غادي نعطيكم الطريقه والوصفه اللي استعملت انا شخصيا باش تهنيت من هذا المشكل ديال جرثومه المعده. يعني المشكل ديال جرثومه المعده والفطريات ديال الامعاء والمعده ما غيبقاوش عندك ان شاء الله. هذه الوصفه هذه راه كنستعملوها لمده ما بين 10 ايام حتى ل 15 يوم. تبع معايا وركز معايا مزيان باش تفهمني وتكون النتائج اللي هي مضبوطه بطبيعه الحال. هانتوما اول حاجه واول مكون كنستعملوه اللي هو الكركم او الخرقوم كما كنقولوا حنايا. وعندنا هنايا قشور الرمان. هاد قشور الرمان هادو اللي كتشوف انا ديما كنستعملهم في بزاف ديال العلاجات، كنخليهم كيبسوا من بعد كنطحنوهم حتى كيوليو على شكل بودره. يعني هذا هنايا عندنا هو قشور الرمان مطحون، وعندنا هنايا الزنجبيل على شكل بودره، يعني سكينجبير كما كنقولوا اولا الزنجبيل. يعني ثلاثه ديال المكونات، الكركم، الخرقوم، وعندنا قشور الرمان مطحون، وعندنا سكينجبير اولا الزنجبيل. الطريقه اللي كنت كندير انا او اللي كنستعمل هو كناخذ معلقه كبيره على هذا الشكل بحال هكا ديال الخرقوم، وكناخذ معلقه كبيره ديال قشور الرمان كما كتشوف معايا على هذا الشكل بحال هكا، وكناخذ معلقه كبيره ديال الزنجبيل اولا كما كنقولوا حنايا السكينجبير، وكنحاول انني نخلطهم هكا كما كتشوف مع بعضياتهم. هاد الطريقه هذه هي اللي غادي تهنيك وغتحيد لك المشكل ديال جرثومه المعده اللي انت كتعاني منه هذه مده. هاد الوصفه وهاد الطريقه راها مجربه كما قلت لك من عندي شخصيه. من بعد ما كنخلطوا هاد المكونات كما شفتي معايا كينتجانسوا لينا. دابا شنو غادي نديروا؟ غادي نخليو هاد الشيء كامل وغادي ناخذوا واحد الكاس فحال هكا، وغادي نديروا فيه نص معلقه صغيره ديال هاد المكونات هادو اللي خلطنا كاملين. غناخذوا غير نص معلقه منهم وغادي نديروهم هنا. يعني كنوريك الطريقه وكنوريك كيفاش يمكن لك تستعملها باش تستافد منها وتكون النتائج اللي هي محموده ان شاء الله، وتشافى من هذا المشكل اللي مبرزطك او لا اللي دار لك مشاكل في الحياه ديالك. من بعد غادي نكبوا الماء طايب. دابا انا كنوريك غير مثال وانت غادي تستعمل الطريقه على هذا الشكل بحال هكا. من بعد كنخلطوا، من بعد ما كبينا الماء اللي هو كيكون مغلي طايب كنخلطوا هذا الكاس. هذا الكاس فوقاش كنشربوه قبل الغداء بساعتين المكانه. يعني في الصباح ملي كنفطروا ان شاء الله وكيجي وقت الغداء قبل بساعتين غادي نديروا هذه الوصفه او لا هذه الطريقه. من بطبيعه الحال غادي نخليوه حتى يبرد، يعني ما غنشربوهش سخون، غنخليوه حتى يبرد وغادي نشربوه قبل الغداء بساعتين ديال المكانه او لا ساعه ونص
ديال المكانه، وان شاء الله المشكل ديال جرثومه المعده عندك في 3 ايام او 4 ايام الاولى غتبدا تحس بالتحسن، وغتبدا تحس براسك انك راك بديتي كترتاح. هذه راه طريقه وصفه اللي هي مجربه. الله يجازيكم بخير، حاولوا تشاركوها مع الناس باش يعرفوا يستافدوا. كان معكم خوكم ود الغزال، ما تنساوناش من رحمه الوالدين. السلام عليكم.